جريمة قتل بشعة، أب يقتل ابنه. يعني واحد الأب قتل ولده عنده 9 سنين، بعد ما كيخبط فيه وكيضرب فيه كيضرب فيه فاش مات غطاه ومشى سلم راسو. ضربتيه وطلعتيه وغطيتيه. شوفوا كاين الله واليوم الجماعه شنو ما نافقوا بعضياتنا، مش كتضرب فيه وطلعتي غطيتيه والدري عمر دم وغطيتيه وعاود هبطتي وتقول عباد الله انا راه ولدي مغيب ماشي راجل. الله كاع الرجال ديال المملكه كانوا بحال ما كتفو الله ينعم ديالهم. يعني هاد الجريمة هذه خطيرة جدا وبشعة، وقعت في مدينة الدار البيضاء. هاد الأب ديجا عنده سوابق، يعني كان مجلود في الحبس، وهاد الطفل اللي عنده 9 سنين كان كيتسخر لدارهم. يعني الطفل مشهود له أنه نجيب ومحترم، كيتسخر مؤدب. فاش كان با في الحبس كان كيتسخر على دارهم. ما عرفناش شنو وقع. الأب ديال الطفل قتلو، يعني هاد الطفل مات بطريقة بشعة. الناس والشهود اللي حاضرين كيقولوا ان الاب بقى كيضرب في ولده حتى قتلو، يعني ماشي غلط، بقى كيضرب فيه حتى قتلو. وفاش قتلو طلع غطاه. هولي شيت، يعني جريمة خطيرة. هاد الجرائم بحال هاد الجرائم في مصر الغد لي مع الصباح كيسالوا بالاعدام، يعني 24 ساعة، لحقاش تهمة ثابتة وجريمة مع سبق الاصرار والترصد. بعد الفاجعه اللي زادت منطقه سباته، لان واحد الاب كما تيقولوا ربما بالعصا قتل ولده. تصاريح صادمه الاصدقاء الاب ولا ولاد الدرب هنايا شنو يقولوا في هذا لافير، شنو وقع، حتى شي واحد ما فهم شي حاجه. خويا السلام عليكم، الشرطه راه هنايا. حسين صباحنا قال لك حق الواد واحد قتل ولده. جينا كنشوفوا شكون لقيناه عزيز معروف على صعيد العالم، واحد السيد اطيب خلق الله. احنا بقى فينا الحال. وداك الدري اخويا راه كان غيطيحوا عليه رواح على قبل داك الوليد كيموت على ولادو، شي حاجه سميتها ولادو والله حتى كيموت على اخر مره. اقسم بالله علي العظيم في عيد ديال الحوايج، عيد ميلود، هو التنوير القريعه كسا ولادو بجوج، وكسا من بوتيكاش كسا بثمن غالي. قسما هاد اللعيبه كيفاش تقتلوا ولده والعلم لله، هو نفسه ضميره. انا ما فهمتش علاش فاش كتكون شي جريمه كنبقاو نمدحوا في المجرم. ايه ولد دربكم مضريف كدا مدوج معاك الحبس، صاحبك ما صاحبكش ما سوقناش. مجرم دار جريمه قتل اللي هي قتل ولده. اولي شيت، علاش كتبقاو تمدحوا في المجرم؟ كيكسي رباه مفروض عليه يكسي ولده، ولكن باش يبقى يضرب فيه حتى يقتلو. الضفاك سمح لي، هذه جريمه قتل خطيره. ووحده اللي عجبتني انايا، واحد السيده دارت واحد التصريح عجباتني، دارت تصريح مقهود وقالت داكشي اللي كاين وبالواقع وما تسرطاتش ليها، وقالت هاد التصريح. السلام عليكم. واحد الكلمه اللي شفت فيه معكم الاخت ديالكم معروف الحمد لله السعيد العالمي مع فايقين، وصحاب الهلوسه اللي فايقين مع الصحه مشملين قضايا وخاوي كاع الطائفه ديال الهلوسه يعيشوا الواقع قدام الجمهور المغربي بوجه مكشوف. ظريف مزيان، ضرب شي ولدك ضربه شي عيمات. نقولوا هذا السيد مسكين وقع في الغطاء. واي واحد حنا كنا شي غلط ملي بقيتي تضرب فيه تقول لي لا مسكين. الجمهور المغربي عارفين مريم صريحه وجديه، تنطلبوا ليه الاعدام. ضريف عليك راسك ما تخرقرش وغتبقى تضربوا بالقبضه ديال هذيك بلاصه ديال الكيف. ضربتيه وطلعتيه وغطيتيه. شوفوا كاين الله واليوم الجماعه شنو ما نافقوا بعضياتنا. نقولوا الحقيقه، الدري عزيز ظريف ولكن بحال ما هكا واش ضرب شي الدري. انا عندي 3 الاولاد، الدري الخال غضربوا بحال ما كيموت. نقولوا هذا خطا، مش كتضرب فيه وطلعتي غطيتي والدري عمر دم وغطيتي وعاود هبطتي وتقول عباد الله انا راه ولدي مغيب ماشي راجل. الله كاع الرجال ديال المملكه كانوا بحال ما كتفو الله ينعم ديالهم. يعني هذه الوحيده اللي بانت ليا انها قالت واحد الكلمه اللي معقوله. كلهم ظريف درويش كذا ما يديرش، واخا يكون ظريف دار جريمه قتل ولده. كما قالت هاد السيده ماشي غلط، الا غلط راه نقولوا غلط، ولكن بقى كيضرب فيه حتى مات. فاش مات غطاه. ولا درهم تجي تقول لي انا لا ظريف لا كذا. ظريف كاين راه جريمه قتل، راه بقى كيضرب في واحد الانسان تقتلو، واحد الانسان طفل. راه هاد الجرائم كيسالوا بالاعدام،
راه اي واحد قال تصريح غيتحمل مسؤوليته في داك التصريح. لحقاش شنو بغيتو المخزن يدير مثلا؟ يخرجوه؟ هذا جريمه. اقل حاجه غياخذ المؤبد ولا اعدام، نكونوا واضحين. اعدام واخا ما كيطبقش ولكن غيتحكم بمؤبد باش نكونوا واضحين. خويا انا راه صاحبو، انا باش تفهم، انا راه صاحبو وتنفيق هذاك السيد شي يخدم على ولادو باش تفهم، وكنا كنقابلوا ولده معريه وشي شحال يعني مهلي في ولادو. الشهاده ديال الحق راه ما غادي معنا باش بر 4 الصباح. انا خويا انا ما تشيقش حيت صاحبي عارفو ما غيديرش هادشي باش تفهم اخويا. صاحبي من اطيب خلق الله في الدرب، وكان شي اخطاء سابقه ولكن بنادم صافي تابش مع راسو. يعني راه المده ديال واحد 10 سنين الدراري ولات عنده حسن السيره زوينه مع الدرب كامل. يعني راه ما يمكنش غيدير شي جريمه بحال هادي لو ما كانش مع واحد الانفصال مع الزوجه ديالو. انت فهمتي يا خويا، راه هادشي اللي كاين. وكنتمناو من الله يشوفوا من حاله راه يتيم ودريويش، والله يتدريويش بالله ديالك. والوليد الصغير حتى هو راه غيبقى فينا، راه حاجه ضروريه مال ما غيبقاش فينا. ما كاينش شي واحد غيبغي يقتل ولده جاز ولادات سنانو، فهمني. خشي خلينا ندويو، والله حافظك خشي خلينا ندويو. السيد راه قلت لك اخويا الشهاده ديال الحق الله يعمرها دار. السيد عنده حسن السيره الله يعمرها، تيخدم على وليداته وعزنز، ما بقاش يخطف. يعني كاش اخطاء سابقه ما بقاش. السيد غتسمع انت فهمتي. السيد الله يعمرها دار ويتشيم وغيبقى مسكين، فهمتي. حنا راه الدوله راه غنفهموا بعضياتنا، والله يدير لي الشاوي، الله يدير الشاوي الامه ديال محمد. يعني مشاهدينا، جريمه مؤسفه، جريمه مؤلمه، جريمه تحمل جميع المعاني ديال الحزن وديال الاسى ديال هاد الطفل هذا اللي مات بهذه الطريقه البشعه، بهذه الطريقه اللي ما صراحه الاب ديالو قتلو، اللي خلف واحد الصدمه ديال الناس اللي في داك الدرب. يعني ان فاكين بليفيبل. والناس ما خاصكمش تبقاو تعطيو الميكرو اللي كان، لحقاش بنادم ما كيعرفش يهضر. وانا كنصورك على جريمه وانت كتقول لي انا ظريف، ولا كان ظريف. قتل ولدو، بقى كيضرب فيه يضرب فيه تقتلو. يعني انا شكون غيعوض لنا الطفل هذا اللي مات بطريقه بشعه، بطريقه ديال ضرب، او كيبقى كيتخبط حتى مات. شي يكون غضربه بشي حجره ولا شي يرجع جات فيه وما نواش انه قتلو، هانيه حادث. ولكن هذا راه بحال قلتي ناوي قتلو، بقى كيضرب فيه، بقى كيضرب فيه يضرب حتى قتلو. وفاش قتلو طاح ومشى كما سمعنا، مشى سلم راسو، لحقاش عرف راسو شنو دار، انه ماشي غلط. حيت كان غلط كان غيدير السبيطار ونشوفوا شنو واقع. ولكن وقع كيضرب فيه حتى قتلو مع الاسف. واش كتشوف هذا الشيء اخويا؟ خويا اش غادي نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل من هاد الناس. الدري هذا راه ماشي صاحبي، الدري كبر معايا وانا راه زياده وخلق في هاد الدرب، وتا هو الدري كنعرفوا عليه الخير، خدام كينافيكي على وليداتو. واقع لي نزاع هو والمدام ديالو، الله اعلم بهذاك الشيء بيناتهم. وقع ليه مشكل مع الدري، راه ضرب الدري وقع لي فهمتيني. راه ما كاينش شي واحد غيبغي يقتل كلبتو اخويا. هو راه كيضرب تماره على ولادو وكيضرب على ولادو، عايش مع ولادو مبركهم معاه. هو شهاده لله ما كاينه لا مو لا والو، باش ما يخرجش شي تصريح غلط اخويا. شهاده لله واليوم الجماعه كيعيش مع ولادو، قسما بالله الا مع ولادو هو وياه. كاع جاتني البكي يا خويا، اش غنقول لك، الاولى والاخرى الله يدير شي تاويل. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو المنزل اللي كيسكن فيه الوليد اللي توفى، وكما كيقولوا ان الاب ديالو اللي قتلو. فولاد الدرب كاملين تيشوفوا تيقولوا الشهاده اللي كيعرفوا ان السيد كان رجل طيب، عز عليه وليداته. ما عرفوش شنو وقع بالضبط حتى وقع المشكل. حاليا السيد راه قدم راسو عند الامن الوطني. الام كما تيجي لها حاله كارثيه ديالها مسكينه في لامور، الله يدير تشاور ديال الخير. ما عرفناش شنو كاين، اكيد الامن الوطني داخل على الخط ديال القضيه كامله، واللي عنده شي حاجه راه غياخذها، واللي عنده شي قضيه راه غيتعاقب عليها. مشاهدينا شكرا على المشاهده. هذا الفيديو مؤلم، ما فيه ما يتشاف. جريمه قتل وقعت في مدينه الدار البيضاء. اب يقتل طفله، اب يقتل ابنه، اب يقتل واحد طفل صغير بعد الضرب والجرح، بعدما بقى كيضرب فيه حتى قتلو. فاش قتلو غطاه. يعني اشنو نطالبوا باقصى العقوبات؟ ما عرفناش الظروف ديال هذه الجريمه، ما عرفناش الاب واش مريض، واش عنده مرض نفسي، عنده ما عرفناش. انما المخزن
غيقول الكلمه ديالو في الايام القادمه، غنتسناو الحكم. كان معكم شادلي كازابلانكا من برنامجكم شادلي شو. ما تنساوش لايك، اشتراك وبارطاجي في الواتساب. بيس اند لوف، تهلاو.